برنامج اسمه نصيب. أنا دائما بالعادة تعودت وأخذت عهد على نفسي إنه ما أنتقد، أكون في منتصف الطريق، لا مع هاد ولا مع هاد، أطرح الفكرة وأخلي المشاهد هو يحكم. ولكن في بعض الأوقات الإنسان لازم يخرج عن صمته ويحكي. الحلال بين والحرام بين. برنامج اسمه نصيب، هذا البرنامج كتير عم بيطلعني من أسوأ البرامج اللي بشوفها بحياتي. أنا شاب شرق أوسطي ومبسوط بعاداتي وتقاليدي، سواء غيري عجبه هذا الحكي أو ما عجبه يصطفل، بس أنا عم بعبر عن رأيي. أنا ما بهون علي أمسك التليفون يطلع لي برنامج في قمة التفاهة والسفلة، برنامج زائد 18 على أساس حب وغرام وعشق، في بقلب كتير حكي ما بينحكى. إذا ما في رقابة أخلاقية نحن مجتمعنا العربي إلى الهاوية. بعيدا عن كل شيء، هذا البرنامج أو صاحب البرنامج أو صاحب الفكرة اللي عم بتدخله مليارات الدولارات من خلال المشاهدات، من خلال الإعلانات، من خلال الترويج لهذا البرنامج السافل اللي بيدمر عقول الشباب، بيدمر عقول الصغار قبل الكبار. غايته الأولى والأخيرة مادية، ولكن في المقابل نحن عم ندمر مجتمعنا، عم ندمر أطفالنا، عم ندمر أنفسنا. أنا وقت عم بقلب يعني الموضوع زاد كتير عن حده. لازم يكون في رقابة أخلاقية. هذا الشاب ولا البنت اللي عم بيروحوا وبيعملوا المقابلات ضمن هذا البرنامج وعلى أساس حب وغرام وعشق وبتنتهي في آخر مطاف يكون زواج، بس مو هيك. يعني أخلاقيا ما بيصير. أنت بدك تتزوج ما بصير حدا يشوفك عم بيفرجوك هذا البرنامج. أنا والله العظيم عم بحلف في العظيم أنا البرنامج ما شفته ولا بشوفه ولا بضيع وقت، ولكن سعري بسعرك أنت عزيزي المشاهد. بقلب بالتليفون بطلع لي مشهد كتير بيستفزني. هن المقيمين على هذا البرنامج أو المشاركين في هذا البرنامج مفكرين إنه والله عم بيعملوا شيء. طيب أنتوا عم بتدمروا مجتمع، عم بتدمروا أطفال، عم بتدمروا نساء، عم بتدمروا شيوخ، عم بتدمروا شبان شياب. هذا البرنامج أنا بطالب بمنعه في عالمنا العربي أضعف الإيمان وأقل تقدير. اليوم أحد الأصدقاء بعت لي فيديو قال لي اتفرج، واحد سوري بيحب وحدة مغربية عفوا، لا في أخلاق وحشمة في اللبس ولا في الأدب الكلام ولا في الحديث. يعني كأني أنت تتفرج على مقطع زائد للأسف زائد 18. طيب أنا حاليا تليفون بإيد أطفالنا، بإيد بناتنا، ما بعرف والله ما بعرف. يعني أنا عاجز كتير. بدي أحكي بقلبي غليان بخصوص هذا الموضوع. الله يجازي اللي كان السبب، ولعنة الله على المشاركين والقائمين على هذا البرنامج.